كتير مننا بيكون نفسه يستثمر بس مش عارف يبدأ منين وازاي يختار الاستثمار الأنسب ليه. الحد الفاصل في الاستثمار إنك تقدر تحدد مستوى المخاطر اللي تقدر تستحمله، يعني من الآخر لحد فين مستعد تغامر بفلوسك. عوامل كتير تساعدك إنك تحدد مستوى مخاطرتك، زي إيه؟ أهدافك المالية، الفترة اللي ناوي تستثمر فيها، ومستوى خبرتك في الأسواق المالية ومستواك المادي، وكمان عمرك، لأن كل ما عمرك بيكبر كل ما قدرتك على تحمل المخاطرة بيقل. في 3 أنواع من المستثمرين هقولك عليهم وهقولك أفضل استثمار لكل نوع فيهم. اولا المستثمر المحافظ، وده بيفضل الحفاظ على راس ماله ومش بيستحمل الخسائر. بيبقى انسب استثمار ليه هو شهادات الاستثمار والودائع، وكمان صناديق الاستثمار ذات العائد الدوري الثابت، واذون الخزانه والسندات والعقارات، ودي بتحقق ارباح منتظمه. النوع الثاني المستثمر المعتدل، ده اللي عنده استعداد يغامر بس عامل حد المقدار الخساره اللي يقدر يتحملها قبل ما يبيع. وافضل استثمار ليه هو انه ينوع في محفظته الاستثماريه ما بين الاسهم والسندات وصناديق الاستثمار المتوازنه. والمستثمر هنا بيحقق أرباح متوسطة لأنه بيركز على زيادة الأرباح مع مرور الوقت. ثالث نوع هو المستثمر المخاطر أو الجريء، وده بيكون مستثمر قلبه قوي وبيقدر يتحمل صعود وهبوط السوق، وده مناسب للأشخاص اللي عندهم خبرة في السوق وكمان عندهم استعداد كبير يغامروا بفلوسهم. وبيبقى أحسن استثمار ليه هو البورصة والصناديق الجديدة والشركات الناشئة، ووارد يكسب من الاستثمارات دي كتير جدا، بس برضه وارد يخسر كل فلوسه فجأة. أنا هنا في علم الجيب بنصح دايما بالاعتدال، علشان كده نموذج المستثمر المعتدل هو الأفضل بالنسبة لي، لأن ده أكتر نموذج بيقدر يصمد قدام الصدمات وفي نفس الوقت بيقدر يحقق مكاسب أعلى من المستثمر المحافظ. ولو حددت خلاص مستوى مخاطرك وقررت تستثمر فلوسك، هقولك شوية نصايح لو نفذتها هضمن ليك إنك ما تتعرضش لفخ النصب في رحلة الاستثمار بتاعتك. أول حاجة لازم تتأكد من ترخيص الجهة اللي هتقدم لك الخدمة الاستثمارية، وكمان تتحقق من سمعتها وسجلها في التعامل مع العملاء، وهل كان في شكاوى ضدها قبل كده ولا لأ، ولازم يكون ليها فروع حقيقية تقدر تزورها في أي وقت وتشوف بنفسك كل المستندات اللي انت محتاجها. تاني حاجة اوعى تصدق حلم الفلوس السريعة السهلة في وقت قصير، وابعد عن الاستثمارات اللي فيها غموض وعروض مغرية بشكل ملفت. تالت حاجة stay updated، وتابع دايما كل الأخبار الاقتصادية والتحليلات الاستثمارية علشان تبقى شايف كل الفرص كويس وبرضه تبقى كاشف كل المخاطر المحتملة، وبكده تقدر تاخد قرار استثماري سليم. ودايما زي ما بننصح في علم الجيب، انت محتاج قبل أي قرار مالي ترجع للمستشار المالي الخاص بيك، وخليك فاكر ان أي استثمار جديد لازم تبدأ فيه بمبالغ مش كبيرة، وخلي بالك طويل وصبور، وده لأن الاستثمار الناجح بيحتاج لوقت. قولي بقى في الكومنتس انت من أي نوع من المستثمرين، المحافظ ولا المعتدل ولا المخاطر؟